السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. انا شيماء شاهين ودي قناتي. لو انتي اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل الوصفات الجديدة. هنعمل النهاردة مع بعض وصفة سهلة وبسيطة واقتصادية في نفس الوقت. هنعمل صينية العجة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي، تنفع فطار وتنفع غدا وتنفع عشاء كمان. كل اللي هحتاجه زي ما انتم شايفين كده طماطم وفلفل الوان لو موجود، وخضرة بقدونس وكزبرة وبصلاية وسط. وانا النهاردة هعمل الصينية دي ب5 بيضات، وعايزة معايا معلقة بيكنج باودر وحوالي 3 أو 4 معالق من الدقيق. التوابل بتاعتي ملح وفلفل اسود وكزبرة وكمون، مش هنكتر عن كده عشان الطعم بتاعنا ما يبص. اول حاجة عملتها بقى قطعت كل الخضرة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده مكعبات صغيرة، وجهزتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بقى في طاسة على النار حطيت معلقة كبيرة من السمنة او معلقتين حسب الكمية اللي انتي هتعمليها. السمنة البلدي حلوة جدا، مش بتعمل حمو ولا بتغير في طعم الصينية بتاعتي، فبتدي طعم حلو جدا عكس الزيت. يعني انت تقدري تعمليها بزيت ذرة لو عندك، بس بجد السمنة البلدي طعمها مخلي الطعم يعني مختلف تماما عن الزيت. طبعا في طرق كتير جدا، لان العجة من الاكلات المصرية القديمة، فاتعملت بطرق كتير قوي، منها اللي هو بيبقى على السخن او بيسووا الخضار. انا النهاردة هعملها معظمها على البارد. الطريقة دي حلوة قوي، ان شاء الله تعجبكم. بصوا انا حطيت البصل اللي انا بقى مقطعاه مكعبات صغيرة، لو عايزة تبشريه عشان طعمه ما يبقاش واضح في الصينية براحتك. انا مقطعاه مكعبات صغيره خالص. اول بس ما ابتدى يدبل وياخد اللون الاصفر، انا مش بحمره قوي عشان ما يبقاش مدي الاكل على تسبيكه. حطيت بقى معاه معلقه كده من الثوم المفروم، بس معلقه كبيره شويه. ولو مش عندك مفروم او انتي مش دقاه تقدري تحطي حوالي 5 فصوص ثوم او 4 فصوص ثوم. بحط بقى التوم كده اللي انا فرماه معاكم في القناة. وبعد كده بعد ما بديله تقلبتين بنزل الفلفل الاخضر الرومي والفلفل الالوان. وفي المرحلة دي لو انتوا عندكم عايزين تبقى الاكلة تبقى سبايسي شوية، تقدروا تضيفوا قرن فلفل حراق مع الفلفل الرومي. انا حطيتهم كده يعني عشان هو ده بياخد سوا شوية عن بقية الخضار اللي معايا. وببتدي اقلبهم برضو تقلبتين كده لحد ما يتبلوا شويه. زي ما قلت لكم احنا مش بنسوي الخضار، انا بدبله بس عشان يدي شكل حلو للصينيه بتاعتي، ما يبقاش كله مهري في بعضه، وفي نفس الوقت بيدي طعم حلو جدا للوصفه بتاعتنا. خلاص كده انا بديله تقليبتين كده زي ما انتم شايفين. انا بس بوريكم الخطوات بالراحة كده عشان تبقوا عارفين المنتج النهائي بيطلع ازاي. بصوا اول ما سبته بقى دقيقتين كده خلاص، يعني انا حسيت ان هو ابتدى في التقليب ما بقاش الفلفل ناشف زي ما حطيناه. زي ما قلت لكم الاكله دي حلوه جدا وسهله وسريعه، لو في يوم ما عندكيش غدا ومكسله بجد منجزه جدا، وطعمها حلو قوي هتعجب الولاد. تقدري بقى تعملي جنبيها مسقعه، تقدري تقدميها لوحدها زي ما انا وريتكم كده، جنبيها بطاطس محمره وشويه مخلل او طبق سلطه زي ما تحبوا. بعد ما الفلفل بتاعي بقى بيدبل كده بنزل عليه بالخضره اللي انا مقطعاها. اي خضره عندكم، بس هي اللي بيدي طعم بصراحه البقدونس والكزبره والشبت يعني لو موجود. انا ساعات بيبقى عندي بقدونس بس بحطه وبقى كزبره بس بحطها. اي خضره موجوده، بس التلاتة بصراحه بيدوا طعم حلو قوي. اخر حاجه بقى بنزلها الطماطم عشان انا مش عايزه الطماطم تتهري، انا عايزاها قطع كده. بعد ما بنزلها بقى بديلها تقلبتين وبطفي النار على طول، ما بكملش يعني ما بسويهاش زي ما عملت مع الفلفل. هجيب بقى التوابل بتاعتي، الملح والفلفل والكمون والكزبرة.
زي ما قلت لكم مش هنزود بهارات تاني، لان انا عندي قناعة بصراحة اي اكلة انتوا بتعملوها بنزود فيها التوابل قوي او نكتر التوابل بتغير طعم الاكلة نفسها. يعني الاكل بتاع زمان كان ليه طعم وريحة كده، بسبب بصراحة البساطة في التوابل. كده انا كنت تقريبا طفيت النار عليها، بس ببتدي بس اقلب اتأكد ان كل التوابل اتخلطت. طفيت النار خلاص، هسيبها تهدى خالص. اول ما تبرد بقى زي ما انتم شايفين انا شلتها من على النار وكانت ابتدت تهدى. بعد ما بردت ابتديت انزل عليها البيض اللي عندي. لو نزلت البيض والخلطة سخنة البيض هيستوي. فهي دي بقى التركة اللي بتبوظ الوصفة مع ناس كتير. فانتي لازم تستني اول ما الخلطة تبتدي تبرد خالص، تبتدي تنزلي عليها بقى البيض. بصوا زي ما انتم شايفين البيض لسه ني زي ما هو مستواش. لان لو كنت حطيتيه يعني لو كنت انا حطيته على الطاسة وهي على النار كانت لسه هتبقى سخنة. هبتدي بقى انزل الدقيق بتاعي واحدة واحدة كده لحد ما احصل على القوام اللي انا عايزاه. انا عايزاها قوامها يبقى تقيل زي الكيكة. يعني ما تبقاش سايبة خالص وما تبقاش تقيلة قوي زي العجينة. فبنزل الدقيق كده معلقة معلقة عشان ما احطش كمية كتير وارجع اندم. بصراحة هما حوالي تقريبا 5 معالق دقيق، تقريبا خدوا مني حوالي 5 معالق. المهم بس اللي انا في الخطوة دي كمان ببتدي اقلب كويس قوي عشان الدقيق بتاعي ما يتكلكعش فيجي في الصينية بتاعة العجة يعمل تكتلات كده والصينية تبقى مستوية وهو فيه قطع من الدقيق نية في الأكل. فأهم حاجة كل ما هتنزلي كمية من الدقيق تتأكدي كويس جدا انك خلطتيها كويس. انا حطيت الدقيق وحطيت معلقة البيكنج باودر وقلبتهم كويس جدا وحطيتهم بقى في الصينية. والصينية حطيتها على درجة حرارة 180 على فرن. انا عندي الفرن الكهرباء زي ما انتوا عارفين. بشغل الفرن بس بتاخد اللون ده. لو لقيتيها استوت وبتختبريها زي الكيك كده، لو لقيتيها استوت ولسه الوش زي ما هو لونه فاتح تقدري تشغلي الشواية دقيقتين. أكلة بسيطة وسهلة وسريعة. فيديو النهاردة كده خلص، يا رب يعجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا مني بأي معلومة. لو استفدتوا مني بأي معلومة ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل وصفاتي الجديدة. واتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة وتقولوا لي ايه رأيكم فيها في الكومنتات، وتقولوا لي ايه هي اقتراحاتكم للفيديوهات التانية الجديدة. هستنى رأيكم في الكومنتات.